رواية القطائع اتكلمت الدكتورة ريم بسيوني بالتفصيل عن مدينة القطائع اللي بناها أحمد بن طولون بجانب المسجد الشهير المنسول، واللي نجا من محاولة مسح أثر ابن طولون من مصر اللي قام بيها عدوه اللدود محمد بن سليمان الكاتب، واللي كان في بداية حياته بيكنس حظيرة قصر ابن طولون. ويقال إن ابن طولون حلم بمحمد بن سليمان الكاتب قبل ما يشوفه، وكان الحلم إنه بيكنس برضه، لكن بيكنس قصره ومدينته والمسجد بتاعه. وفي يوم كان بيمر بالحظيرة وشاف محمد بن سليمان، فأمر بقتله فورا وبدون محاكمة. وبعد محاولات من الخادم بتاعه لؤلؤ خفف الحكم ل 80 جلدة، وإنه يرجع بغداد ويفضل فيها لحد ما يموت. لكن ابن سليمان الكاتب رجع مصر بعد وفاة ابن طولون، وصمم إنه يمحي أثره فعلا زي ما شاف في حلمه بسبب إحساسه بالظلم. كمان ذكر في الحكاية التانية من الكتاب إنه تزوج أسماء المصرية، وأنجب منها أصغر أبنائه عائشة اللي كان ليها دور كبير في إنقاذ المسجد. استمرت الدولة الطولونية حوالي 37 سنة، بداية من سنة 868، وانتهت بمقتل شيبان بن أحمد بن طولون على يد محمد بن سليمان الكاتب عام 905 ميلادي.